التغذية الذكية في رمضان، ازاي ناكل صح من غير حرمان. مش كل جوع في رمضان جوع حقيقي، في كمان جوع كذاب. النهاردة هقولك ازاي تفرق بينهم وتاكل من غير حرمان. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وبارسن وذوي أمراض مزمنة. الجوع الحقيقي معدتك هتكون فاضية ومحتاجة أكل متوازن. أمال الجوع الكذاب ده عبارة عن إيه؟ تعالى أقولك. بيكون جوع عاطفي نتيجة إن تقليد حد، زي في العزومات كده، الناس قاعدة بتاكل فأنا قاعد باكل معاهم. أنا مش جعان لكن قاعد باكل. أو جوع زهقان قلت أقوم آكل ما بين الفطار وبين السحور. طب ازاي اكل بقى اكل ذكي ما يحسسنيش بالجوع الكذاب ده؟ هفطر افطار متوازن من غير تخمة، والسحور كمان هيكون خفيف بس متوازن. شرب المية مهم جدا كمان ما بين الفطار وبين السحور. اهم حاجة ننظم السكريات والكربوهيدرات اللي بندخلها في الفطار وفي السحور. ابعد تماما عن الافراط في الحلويات والمخبوزات. ركز على الاكلات اللي هتديك طاقة ممتدة المفعول اللي تفضل معاك طول النهار. الحركة كمان مهمة بعد الفطار، مش لازم تكون حركات عنيفة، ممكن يكون مشي او حتى حركات بسيطة هتساعد الهضم وتحافظ على وزنك. لو بتقع في الجوع الكذاب او بتشتهي الحلويات زيادة في رمضان، اكتب لي حلويات في كومنت، والحلقة الجاية هقول لكم سر اشتهاء السكر وازاي نتحكم فيه. دمتم في رعاية الله.